من قدام يا فندم كنت براقب العقرب وهو واقف قدامي مره واحده من غير ما يدي انتظار، رشقت فيه من ورا. يعني انت اللي خبطت العربيه من ورا، وما دام خبطتها من ورا يبقى انت اللي غلطان. يعني ايه ما دام خبطتها من ورا يبقى انا اللي غلطان يا فندم؟ هو اي كلام يا فندم. تقدر تفسر لي المأساة اللي في العربيه من ورا دي معناها ايه؟ يا فندم دي كنت براقب العقرب برضه يا فندم وهو واقف قدامي من غير ما يدي انتظار، بس على مين يا فندم؟ كنت هرشت وخلاص. وقفت طبعا، واحد غبي رشق فيا من ورا. وليه تقف قدامه على غفله؟ يا فندم ما هو يا فندم اللي رشق فيا من ورا يا فندم، وحضرتك لسه قايل اللي ورا هو اللي غلطان، ولا انت بوشين؟ اسكت بقى. يعني العقرب هرب منك وانت بتراقبه، وعربيتي خبطتها لي من ورا ومن قدام. اشوف فيك يوم يا بني ادم. قلت لكم هينط، قلت لكم هينط، وقلت لكم ده ابن مجنونه ويعملها. لا مؤاخذه يا طمطم، ما هو نط فعلا، وجيت واحد عجيب غريب طار وانقذه. وهو مجد اهو من كومومبو بيسأل وبيقول يا فلافيلو، هو في واحد بيطير فعلا؟ اقول له يا مجدي يا قمر يا منور كل حاجه حلوه، انت وناس كومومبو واهل الصعيد تما هتعرف الاجابه دلوقتي حالا من الكليب اللي عمله لنا مخرجنا الجميل القمر اللي منور كل شاشه حلوه. امال حصري على قنوات الفيل المتخصصه. يلا يا مخرجنا فرجنا. اتفضلوا حضراتكم، تعالوا معانا وشوفوا. جمهورية مصر العربية الشقيقة كلها بتتكلم عن حادثة البرج. بقول لك يا دكتور أنا سخنت وراك في أي حاجة تقولها لي. ما تستعجلش، كل حاجة هتيجي في وقتها. أنا عارف أنا بعمل إيه كويس. وأنت لا مؤاخذة بتعمل إيه دلوقتي يا دكتور؟ ده عداد كيلومترات هركبه لك تحت البلة عشان يقيس المسافات وأنت طاير. المخبر يتكلم وصاحبه في غيبوبة. معلش يا عصفور كلمني عربي. يعني الدماغ ما وصلتش، مش فاهم يعني. عشان الصيانة يا عصفور، وهعمل لك صيانة كل 20,000 كيلو عشان ما تجيش بعد شوية وتفتح بقك. وسيب اللي بتشربه ده عشان ده ممكن يقلبك ست. يلا يا معلم، جاهز؟ على حسب هتحطها فين يا زميلي؟ في بقك. هقيس لك مستوى العناب في جسمك. معلش يا عصفور استحمل. هايل، مستوى العناب ممتاز. طب الحمد لله، كنت قلقان قوي انا من مستوى العناب. عملت لك كمان تركيبه من اختراعي عشان نخفي لدغه السين اللي عندك. هتبقى مشكله كبيره لو اتكلمت وانت لابس البدله، الناس ممكن تفقس ان انت عصفور. طب بعد اذنك يا دكتور، يعني انا كان عندي طلب بسيط. طلب ايه؟ كنت بستأذنك يعني لو بعد كده اطير من غير مسك. من غير ايه؟ مسك يعني من غير القفاز اللي هو ده. ماسك. ليه تطير من غير ماسك؟ اصل انت مش متخيل يا دكتور، يعني انا لو طرت من غير المسك كميه النسوان اللي ممكن اشقطها من معهد التمريض اللي ورا الحاره ده. الواد بخ شقط نصهم عشان معاه فيسبا، ما بالك بقى لو عرفوا ان انا بطير. عصفور، انا قلت لك قبل كده الرجل العناب قوته في ايه؟ في غموضه. وجاذبيته في ايه؟ في شموخه. وسر عظمته في ايه؟ في علو شأنه وصعوبه الوصول عليه. صعوبه الوصول اليه؟ طب ما انت مذاكر اهو يا عصفور، طبق بقى اللي انت مذاكره. مفيش طيران من غير ماسك. خلاص مفيش طيران من غير ماسك. في حاجه تانية، احنا مش هينفع نتقابل هنا الايام دي. بعد اللي حصل امبارح الصحافه والبوليس والتلفزيون هتلاقيهم بيدوروا ورايا، فلازم نتقابل بره. طب هنتقابل ازاي يعني؟ هتعدي تاخدني ونقعد في اي بلد تانية قريبه، تونس، المغرب، تركيا، اي حاجه. خلاص ماشي يا دكتور اللي تشوفه. ايه ده يا دكتور، انت جايب لنا نسوان نحتفل ولا ايه؟ دم يا حيوان. لا مؤاخذة يا دكتور. هتطلع تستناني بره على الماسوره، وهتاخد التركيبه دي اللي هتضيع لك السين. ده بول ده ولا ايه؟ ده تركيبه من بول سحليه عانس مع شعر باط الفيل مع بذر الجوافه. احب الجوافه انا قوي. طب اطلع يلا. صبر يا عم، والبس الماسك. يلا يا عصفور بقى، يلا. خالد حبيب ماما يا بيرم، حبيب ماما. بص يا حبيبي، ورد جميل وفل على وشك. جبت لك شويه حاجات جميله جميله. شفت جبنا الشفيقه ايه اللي انت جايباه لشفيقه ده؟ بيبي دول. انت لو عندك بنت
ترضي تلبسيها كده؟ لا مرضاش. يعني ما ترضيهاش لبنتك وترضيها لشفيقة؟ مش هتنحرف على ايديا ابدا، اعتبرت ما جبتوش يا حبيبي. عمو صريح هيجي يزورك النهارده. جاي اعمل ايه صريح ده؟ انت مش عارفه ان انا ما بحبش الراجل ده؟ ولا انا كمان. ايه خلاص انت؟ جاي يطمن عليك اذا صن يعني. لا معلش، كلميه وقولي له متشكرين جدا، كلك ذوق، ملهاش اي 30 لازمه تيجي تزورنا النهارده، واتفضلوا انتوا الاثنين عشان ورايا شغل. انا مش عارفه ارضيك ازاي. ترضيك ازاي؟ ارضيك ازاي؟ ترضيك ازاي؟ ارضيك ازاي يا ابني؟ بقى بكره ان شاء الله. ارضيك ازاي؟ ترضيك ازاي؟ عصفور عصفور، خدت التركيبه؟ طب تعالى تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا عصفور، عايزك تقول ستي بسبست لي بسبوسه بالسمنه والعسل والسكر. ستي بسبست لي بسبوسه بالعسل والسمنه والسكر. معلش يا عصفور، عيد اللي انت قلته ده تاني. ستي بسبست لي بسبوسه بالعسل والسمنه والسكر. يا دكتور مالك في ايه؟ لا يا حاجه بسيطه. اشاره الكلام اللي خارجه من المخ رايحه لعضله الفك هنجت. الدماغ مش واصله يعني. الصوره سابقه الصوت يا عصفور، زي المسلسلات التركي كده. يا خبر ازرق، يا خبر ازرق. ما تقلقش يا عصفور، ساعتين بالظبط ومفعول التركيبه هيروح وهترجع زي الاول واحسن. وانا هشوف طريقه تانية نخلص بيها من السين دي. لا 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 لا. عمال اكلم الزفت اللي اسمه بيرم ده من اول اليوم ما بيردش عليا. معلش يا فندم، خليك وراه شويه. نشوف اللقطه تاني يا عم. اللقطه دي مش جرافيك يا مدحت، لو كانت جرافيك كنت انا هرشتها. والله جرافيك ايه يا فندم؟ انت مش كنت في البرج وقت الحادثه؟ تبقى جرافيك ازاي يعني؟ قول لي. خليك في شغلك يا مدحت. حاضر يا فندم. بقول لك ايه، خليك انت ورا الواد اللي اسمه بيرم ده لغايه ما يرد. حاضر يا فندم. هات الجرايد وريني كاتبين ايه عن الحادثه. بعض من موضوع الاجنده ده، هل كانت في ايده ولا ما كانتش في ايده؟ تعالوا نشوف سوا. ايوه، فكس هنا مخرجنا. ارجع شويه، ارجع كمان شويه، بلاش بخل بقى. ايوه ايوه، لا 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 لا، قدم سنه شويه كمان. اثبت هنا. ايوه، ايده اهي ما فيهاش اجنده. استاذنا فاضل مهندس الله يرحمه قال ما فيهاش بيبي، وانا بقول ما فيهاش اجنده. انا بشبه على الواد ده بخ. عندك حق يا يسر، الواد ده ملامحه مش غريب عليا تقريبا كده، انا بشبه عليه انا كمان.